السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة دروس كمبيوتر. في الفيديو ده هنتعرف سوا على ازاي اعمل شير لفولدر واتحكم في الصلاحيات اللي عايز امنحها لليوزرز اللي هيعملوا اكسس على الفولدر ده. كان ليا فيديو قبل كده شرحت فيه ما يسمى بالسمبل شير او الطريقة البسيطة في الشير، وكنت قلت ان الطريقة دي مناسبة لو انا عايز اعمل شير لفولدر فيه مجموعة من الفايلز، والناس اللي هيدخلوا على الفولدر دوت يبقى ليهم نفس المستوى من الصلاحيات. لكن في الفيديو ده هنشوف مع بعض بقى هو ازاي اقدر اتحكم في الصلاحيات، بمعنى ان في ناس هياخدوا صلاحيات معينة وناس هياخدوا صلاحيات اخرى. فلو انت لسه مبتدئ في الاي تي او حتى مش بتشتغل في الاي تي وشغال في مكان والطلب منك الطلب ده، فالفيديو ده مناسب جدا ليك. فهفترض مثلا ان انت شغال في المكان ده فيه مجموعة من الموظفين وكلهم بيشتغلوا على اجهزة كمبيوترز، والاجهزه متوصله عن طريق نتورك او شبكه، سواء عن طريق كيبلز او عن طريق شبكه الوايرلس. وفي جهاز، والجهاز ده عليه فولدر، والفولدر ده فيه مجموعه من الفايلز المهمه، وكل الناس او مجموعه من الناس داخل العمل محتاجين ان هم يبقى ليهم اكسس او يقدروا يوصلوا للفولدر دوت، فبالتالي انت محتاج تعمل له شير. لكن الأهم في السيناريو دوت هو إن مش كل الناس ليهم نفس المستوى من الصلاحيات. فمثلا ناس هيبقى ليهم صلاحيات إن هم يعملوا ريد، بمعنى إن هم يقدروا يقروا أو يطلعوا على الملفات ولكن ما يقدروش يعدلوا فيها، وناس تانية مثلا يبقى ليهم حق الرايت أو التعديل. فلو أنت محتاج تنفذ السيناريو ده عندك، فتابع الفيديو ده للآخر، لأنك إن شاء الله في نهاية الفيديو هتقدر تعمل الكلام ده من خلال خطوات بسيطة وسهلة ومختصرة بإذن الله. فأنا عشان أعمل الكلام ده بعمله من خلال خطوات بسيطة وسهلة جدا. أول خطوة هو إن أنا محتاج إن أنا أكريت يوزر أكاونتس. لكل حد محتاج يبقى ليه أكسس أو يقدر يوصل للشيرد فولدر، محتاج إن أنا أكريت له يوزر أكاونت على الجهاز اللي فيه الشيرد فولدر. فهفترض مثلا إن أنا في مكان مكتب أو مكان مثلا في مجموعة محدودة او مجموعه صغيره من الموظفين، على سبيل المثال 2 موظفين، والاثنين محتاجين ياكسسوا على الشيرد فولدر. واحد مثلا اسمه عمر والثانيه اسمها ندى، فبالتالي هكريت على الجهاز اللي فيه الشيرد فولدر هكريت 2 يوزر اكاونت بالاضافه للاكاونت الخاص بيك انت كاي تي او كموظف مسؤول عن القصه دي. فهكريت يوزر اكاونت لعمر، واهم حاجه يبقى يوزر اكاونت وباسورد، ونفس الكلام بالنسبه لندى. دي الخطوه الاولى، الخطوه دي مهمه جدا. الخطوة التانية هو ان انا بأساين البرميشنز او بحط او بضبط الصلاحيات على الشيرد فولدر على حسب الصلاحيات اللي انا عايز امنحها للناس. تعالوا بقى نمسك الحتة بتاعت البرميشنز ديت عشان فيها كلام. فانا لما باجي اساين بيرميشن على مستوى فولدر هعمل له شير، خدوا بالكم ان انا بيبقى عندي نوعين من البرميشنز. اول نوع من انواع البرميشن اسمه security permission، وتاني نوع اسمه share permissions. security permission هي المقصود بيها البرميشنز، هي في الاساس هي البرميشنز اللي بتحدد الصلاحيات اللي هيمارسها اليوزر على الفايلز والفولدرز من خلال ان هو بيعمل لوجن على الجهاز، او بمعنى اخر من خلال التعامل المباشر مع الجهاز، مش من خلال النتورك. يعني على سبيل المثال انا لو عملت يوزر اكاونت مثلا باسم عمر، فالسكيورتي بيرميشن هي اللي بتحدد لما عمر يجي يقعد عند الجهاز ذات نفسه اللي عليه الفولدر ويكتب اليوزر نيم والباسورد بتوعه ويعمل لوجن على الجهاز، السكيورتي بيرميشنز هي اللي بتحدد الصلاحيات اللي هيمارسها، مثلا هيمارس ريد، هيمارس رايت، وهكذا. الشير بيرميشن دي اضافه للسكيورتي بيرميشن في حاله الشير. تمام؟ طيب بالنسبه للسكيورتي بيرميشنز عندنا صلاحيات متعدده. فاول حاجه مثلا انا هقوله لكم كده من حاجه اسمها الاكثر تقييدا للاقل تقييدا. فليست فولدر كونتنت لما في يوزر بياخد البرميشن ده معناه ان هو تقريبا ملوش صلاحيات خالص غير ان هو يفتح الفولدر ويطلع على الحاجه اللي جوه. اي حاجه تانية لا. يعني لو في فايلز مثلا وورد، باوربوينت، اي ملفات مثلا فيها داتا ما يقدرش يفتحها ويقرا اللي فيها. عايزه يقرا اللي فيها بديله بيرميشن اسمه ريد، بس الريد بيقرا ما يقدرش يعدل. لو عايز اديله حق تعديل او في حاجه اسمها ريد اند اكزيكيوت، لو في ملفات تشغيليه او برامج عايزه يشغلها، لو عايز اديله حق تعديل من خلال الرايت يعدل بس ما يقدرش مثلا يعمل ديليت. الحاجه بقى اللي بتديله صلاحيات عاليه جدا في التعامل مع الداتا بيرميشن اسمه موديفاي. تمام؟ اعلى بيرميشن على الاطلاق هو فول كنترول. فول كنترول ده لازم ياخده مسؤول الاي تي او الموظف المسؤول عن القصه دي.
لان فول كنترول هو اللي بيقدر يعدل في البرميشن، هو اللي يقدر ياساين بيرميشن. موديفاي هو بيقدر يعمل كل حاجه مع الفايلز اللي داخل الفولدر ما عدا ان هو يقدر ياساين بيرميشن او يعدل فيها. الوحيد اللي ليه الصلاحيات ديت هو اللي واخد فول كنترول. ففول كنترول هو واخد كل حاجه، يقدر يريد ويرايت وموديفاي وكل حاجه، بالاضافه ان هو يقدر ياساين بيرميشن. فدايما احنا بننصح ان الفول كنترول بديه لمسؤول الاي تي او الموظف المسؤول عن موضوع الشير والصلاحيات. تمام. طيب الشير بيرميشن بسيطه جدا، عندنا بيرميشن اسمه ريد، برضو نفس الكلام، عندنا تشينج زي موديفاي، وعندنا فول كنترول. طيب خدوا بالكم بقى من نقطه مهمه جدا جدا جدا، دي تقدر تقول كده ايه الزتونه بتاعت قصه البيرميشنز او الزتونه بتاعت قصه الشير، ودي اكتر حاجه الناس المبتدئين بيبقوا متلخبطين فيها. هو ان انا لما بعمل شير لاي ريسورس، على سبيل المثال مثلا فولدر وفيه مجموعه من الفايلز، لازم لما اجي اصين البرميشن لازم اشتغل على الجبهتين، لازم اشتغل على المستوى بتاع السكيورتي والمستوى بتاع الشير. ليه بقى؟ لان انت لما بتيجي توصل للريسورس او تروح للريسورس معين، سي شيرد فولدر من خلال النتورك، يعني انت مثلا على جهاز وعايز تروح على شيرد فولدر موجود على جهاز تاني، السيستم الخاص بالجهاز اللي عليه شيرد فولدر بيشوف اليوزر اكاونت اللي جاي اكسس على الفولدر دوت، وبيشوف البرميشنز اللي هو واخدها من ناحيه السكيورتي ومن ناحيه الشير، مش من ناحيه واحده. دايما بيشوف اليوزر دوت واخد ايه في السكيورتي بيرميشن، واخد ايه في الشير بيرميشن، ويطبق ما يسمى ب الموست ريستريكتيف بيرميشن، يعني ايه الاكثر تقييدا فيهم. هو لو واخد حاجه هنا واخد حاجه هنا، بيشوف مين اللي بيقيد اكتر ويطبقه عليه. على سبيل المثال انا هفترض دلوقتي مثلا عندي يوزر اكاونت اسمه عمر، فعمر ده انا هديله بيرميشن على الفولدر عشان يقدر ياكسس على الفولدر من خلال النتورك على مستوى السكيورتي وعلى مستوى الشير. لو انا اديته في السكيورتي بيرميشن ريد وفي الشير فول كنترول، لما عمر ياكسس على الشيرد فولدر ده من خلال النتورك، فعليا ايه اللي هيطبق عليه؟ مين الاكثر تقييدا فيهم؟ الاكثر تقييدا هو الريد، فبالفعل الريد هو اللي هيطبق عليه. فبالرغم ان هو واخد في الشير فول كنترول، ولكن فعليا اللي هيطبق عليه هو الريد. ليه؟ لان هو الموست ريستريكتيف. تمام. عشان كده دايما بننصح المبتدئين في القصه دي، انت ما تلخبطش نفسك، ما تقعدش تسال نفسك طب انا اديله هنا في سكيورتي ايه وفي شير ايه. لا، انت دايما اشتغل في ناحيه واحده بس، فكر في ناحيه واحده بس، ركز في ناحيه واحده بس اللي هي ناحيه السكيورتي. تمام. والشير خليها فول كنترول طول الوقت، ما تشغلش بالك. تمام. ليه؟ لان دايما اللي يعني في الاخر هو اللي بيحدد القصه هو اللي انت بتعمل له اساينمنت في السكيورتي. تمام. فانت عايز حد تديله ريد، يبقى روح اديله ريد في السكيورتي. عايز حد مثلا يعدل، يبقى اديله رايت او موديفاي في السكيورتي. تمام. بس نصيحه اخيره، بس ان انت لو في الموظف دوت ليه ملفات مهمه، والملفات ديت هو ليه صلاحيات عليها يقدر يعدل والكلام ده كله، الافضل من الرايت ان انت تديله موديفاي، ان هو يقدر يعمل حاجات كتيره طالما هو مسؤول عن الفايلات ديت. تمام. طيب بس فده كده باختصار شديد جدا موضوع موضوع الشير، وازاي تقدر تتحكم في الصلاحيات بشكل نظري. تعالوا بقى نشوف بشكل عملي نطبق الكلام ده ازاي. دلوقتي انا على الجهاز الرئيسي اللي عليه الفولدر اللي فيه الداتا اللي انا عايز اعمل لها شير. هنفترض ان الجهاز ده اسمه PC1، وفي الجهاز ده فيه الفولدر ده اسمه داتا. لو فتحت الفولدر هلاقي فيه فولدر وفيه مجموعه اخرى من الفايلز. طيب دلوقتي بقى زي ما اتفقنا، اولا انا عايز اعمل شير للفولدر ده، والاهم هو ان انا عايز كنترول او اتحكم في البرميشنز اللي انا عايز امنحها لليوزرز. فعلى سبيل المثال هفترض ان انا عندي 2 يوزرز، يوزر اسمه عمر ويوزر اسمها ندى. فاتفقنا ان اول خطوه هو ان انا بكريت يوزر اكاونتس للناس اللي هم هيعملوا اكسس على الشيرد فولدر دوت على مستوى الكمبيوتر. فانا دلوقتي على مستوى جهاز PC1، او ده يعتبر جهاز الماستر اللي الناس هتوصل له وتاكسس على الفولدر من خلاله. فعشان اكريت يوزر اكاونت بروح عند علامه الستارت، لو انا في ويندوز 10 او حتى في ويندوز 11 بروح عند علامه الستارت، بضغط عليها رايت كليك وبختار كمبيوتر مانجمنت. بعد كده بقى من كمبيوتر مانجمنت على الشمال هختار لوكال يوزرز اند جروبس واختار يوزرز. انا دلوقتي عايز اكريت 2 يوزر اكاونتس، واحد لليوزر اللي اسمه عمر والتاني لليوزر اللي اسمها ندى. فباجي في اي مكان فاضي رايت كليك بختار نيو يوزر وبكتب اليوزر نيم، فهكتب مثلا عمر، والفول نيم زي ما انا عايز، ديسكريبشن، باسورد هعمل له باسورد. طبعا الباسورد في حاجه من اتنين، يا اما بعمل باسورد كده اي كلام حاجه افتراضيه واطلب بعد كده من اليوزر ان هو يغيره، يعني مثلا اقول له تعالى اقعد على الجهاز واسمح له ان هو يغير الباسورد بالباسورد بتاعه،
او ممكن اعمل ايه، اعمل باسورد مثلا يبقى حاجه كده بسيطه وسهله، ده بتاع الشير بس ما انصحش بكده، لان اليوزر لما يبقى مثلا بالنسبه له في كذا باسورد بيفتح بيه الجهاز، وباسورد بيأكسس بيه على الشيرد فولدر، وباسورد يفتح بيه الايميل، الموضوع ده بيبقى صعب عليه. فلا يعني انا بنصح ان هو يبقى نفس الباسورد بتاعه، ان انت طبعا انت اكيد مش عارفه وما ينفعش تسال عليه، فانت ممكن تعمل اي باسورد، يعني هعمل مثلا باسورد رقم 1 اي حاجه خلاص، وارجع اكرره تاني. في اوبشن هنا اسمه يوزر ماست تشينج باسورد ات نيكست لوجن، يعني انت هتيجي هتقول لليوزر تعالى ايه اعمل لوجن على الماشين دي، فبالتالي هيطلب منه تغيير الباسورد بالباسورد الجديد بتاعه ماشي. او ممكن لو هو جنبك دلوقتي تيجي تخليه يقعد ويكتب الباسورد مره هنا ومره هنا، فالموضوع دوت في الاخر على حسب انت هتظبطه ازاي. تمام. فهنفترض ان الباسورد بتاع عمر يعني اللي هو بيأكسس بيه على الجهاز بتاعه وليكن مثلا 1 2 3، فهكتبه وهشيل علامه الماست تشينج ماشي. وفي اوبشنز تانية انا مش عايز ادخل فيهم دلوقتي لان مش ده مجالنا، فهسيب الاختيارات ديت، وبعدين هضغط على امر كرييت، وبعدين هعمل اكونت تاني لندى، هفترض ان الباسورد بتاعت ندى 456، وبعدين هضغط على امر كرييت. فهبص عليها دلوقتي بقى عندي 2 اكونتس، ندى وعمر. تمام. طيب دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه بقى هو موضوع الاساين بيرميشن، فهروح عند الفولدر رايت كليك، وبعدين زي ما اتفقنا ان في مستويين او في مكانين بغير فيهم او ظبط فيهم البيرميشن، مره على مستوى السكيورتي ومره على مستوى ايه، على مستوى الشيرنج. فلما هروح عند السكيورتي هبص الاقي ان في اوريدي في مجموعه من البيرميشنز موجوده، دي خاصيه كده اسمها الانهيرتنس او التوريث، ان هو بيورث البيرميشنز من المستوى الاعلى اللي فوقيه. طبعا هنا بالنسبه للفولدر ده المستوى الاعلى بالنسبه له هو البارتيشن ذات نفسه، فينصح ان انت توقف موضوع الانهيرتنس وتظبط البيرميشن زي ما انت عايز بمنتهى البساطه. ازاي؟ بروح على ادفانس، في امر اسمه ديسيبل انهيرتنس، في اختيارين، انا هختار مثلا كونفيرت انهيرتد، وبعدين هقول له اوكي، وبعدين هدخل على اديت، هقف عند الاوثنتيكيتد يوزرز، وبعدين هقول له ريموف، هسيب السيستم، هسيب الادمنستريتورز، حاجه عند يوزرز هشيلهم، وبعدين هاد. طيب اول حاجه لازم اد نفسي انا كاي تي او كموظف مسؤول عن القصه دي، فممكن اكتب اسمي هنا لو انا متاكد من الصيغه اللي اسمي مكتوب بيها على الجهاز، او لو مش متاكد من ادفانسد فايند ناو، واروح ادور على اسم الاكونت بتاعي اهو سامح، وبعدين هضغط على اوكي، فزي ما شايفين ظهر. فبما ان انا اي تي او المسؤول عن القصه بتاعه الشيرنج، فحدد نفسي فول كنترول. طيب هروح بعد كده عند اد، ومن اد هكتب عمر، وبعدين على اليمين هقول له تشيك نيمز، وبعدين اوكي. طيب انا عمر عايز اديله بيرميشن ايه؟ هفترض ان عمر عايز اديله بيرميشن ريد، فهشيل ريد اند اكزيكيوت، وهسيب ليست فولدر وريد. تمام. طيب فعمر دلوقتي بقى واخد ايه؟ واخد بيرميشن ريد. طبعا ليست فولدر كونتنت ده اقل من الريد، فبالتالي ده مضمن مع الريد. وبعدين هضغط على اد، وهكتب اسم ندى، وبعدين هقول له تشيك نيمز اوكي. طيب ندى بقى عايز اديلها مثلا موديفاي، فهروح عامل موديفاي، فهتبص تلاقي موديفاي راح مشاور على كل اللي تحته. فموديفاي يعني معناها ان ندى تقدر تمارس صلاحيات كتير على مستوى الفايلز والفولدرز اللي موجودين داخل الفولدر ده، انها مثلا تإيديت، تعمل كوبي، تعمل بيست، تعمل ديليت، تعمل حاجات كتير. الحاجه الوحيده اللي ما تقدرش تعملها هو اللي انا بعمله دلوقتي، انها ما تقدرش تاساين بيرميشن ولا تعدل فيه البيرميشن. تمام. وبعدين هضغط على اوكي. يبقى انا كده ظبطت ايه؟ ظبطت السكيورتي بيرميشن، ده المستوى الاول. المستوى الثاني بقى هو الشيرنج، فبروح تاني تاب او التاب اللي جنب سكيورتي على طول هو الشيرنج، بروح عند شيرنج. تمام. وبنزل تحت عند ادفانسد شيرنج. فادفانسد شيرنج بفعل الاوبشن بتاع شير ذيس فولدر، والشير نيم بسيبه او بغيره، يعني الفولدر بالنسبه لي هنا على الجهاز اسمه داتا، ممكن اخليه يظهر في النتورك باسم تاني خلاص. وتحت فيه حاجه اسمها بيرميشنز، فزي ما شايفين باي ديفولت البيرميشن المتاح دلوقتي هو everyone واخدين ريد، فهقول له ريموف، وبعدين هاد اول حاجه زي ما اتفقنا، هاد نفسي وادي نفسي فول كنترول وادوس ابلاي، بعد كده اد عمر تشيك نيمز، وادي لعمر فول كنترول عادي جدا مفيش اي مشكله، وبعدين اد ندى تشيك نيمز، واديها ايه؟
واديها مثلا فول كنترول. خلاص، فهتلاحظوا ايه، احنا الثلاثه ودي فول كنترول. هل ده معناها ان احنا كلنا لينا مطلق الصلاحيات لو وصلنا للفولدر دوت من خلال النتورك لينا مطلق الصلاحيات؟ الاجابه لا، لان اللي هيطبق بالفعل هو الاكثر تقييدا ما بين الاثنين، ما بين الشير وما بين الايه وما بين السكيورتي. خلاص، فهضغط على اوكي ثم اوكي واقفل. طيب دلوقتي بقى تعالوا نشوف مع بعض ازاي اقدر اوصل للشيرد فولدر دوت ونشوف موضوع الصلاحيات. بس قبل ما اعمل الكلام ده محتاج ان انا افعل خاصيه او فيتشر كده في الويندوز اسمها نتورك ديسكفري عشان الجهاز ده يبقى متشاف في النتورك واقدر اوصل. عشان اعمل الكلام ده ابسط حاجه على الاطلاق ان انا حاجه على الشمال هلاقي فيه كلمه نتورك، هضغط عليها. فالمفترض ان انا لما اضغط عليها بفعل موضوع الديسكفري، فهو باي ديفولت بيبقى تيرن اوف، فلازم اعمل له تيرن اون عشان الجهاز ده اقدر استكشفه واقدر اوصل له في النتورك. عشان اعمل الكلام ده بمنتهى البساطه بضغط على اوكي، هيظهر لي شريط اصفر فوق، لو دوست عليه كليك فهلاقي فيه امر اسمه تيرن اون نتورك ديسكفري. لو دوست عليه هيخيرني ما بين اختيارين، اختيار ان انا بفعله واحول النتورك ديت او الانفايرمنت ديت لحاجه اسمها برايفت نتورك، او ان انا اخليها بابليك. انا بفضل انها تبقى برايفت، فهضغط على اول واحد اللي هو نو ميك ذا نتورك ذات اي ام كونكتد تو برايفت نتورك، هختاره. فانا كده فعلت الايه، فعلت النتورك ديسكفري. خلاص، يبقى دي الحاجات اللي انا بعملها على مستوى ايه، على مستوى الجهاز الماستر او الجهاز اللي فيه الشيرد فولدرز. هروح بقى دلوقتي على مستوى الجهاز التاني اللي انا من خلاله عايز اوصل للجهاز ده. انا دلوقتي على الجهاز التاني اللي في النتورك اللي انا من خلاله عايز اوصل للشير. فبرضو اللي انا هعمله ان انا هفتح الفايل اكسبلورر، ومن الشمال هختار نتورك، نفس القصة، هاجي فوق اقول له تيرن اون، هختار الاختيار الاول. يبقى انا كده فعلت الايه، فعلت موضوع النتورك ديسكفري. تمام. طيب الجهاز الماستر او الجهاز اللي عليه شيرد فولدر اسمه بي سي 1، فظهر قدامي اهو. لو ضغطت عليه دبل كليك هلاقي نفسي داخل على الشيرد فولدر وافتح واعمل كل حاجه. ليه بقى؟ لان انا داخل دلوقتي باكونت. لو جيت دوست على علامه الستارت ورحت عند علامه الاكونت هتبص تلاقي الاكونت اللي داخل بيه اسمه سامح. فسامح دلوقتي ليه مطلق الصلاحيات ان هو يعمل اي حاجه. يعني انا ممكن دلوقتي اعمل فولدر جديد، ممكن مثلا اعمل او اغير الاسم ده، كل حاجه انا اقدر اعملها. ليه؟ لان انا واخد فول كنترول على مستوى الفولدر. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف دلوقتي لو انا داخل بالاكونت اللي اسمه عمر ايه اللي هيحصل. دلوقتي انا دخلت بالاكونت اللي اسمه عمر. لو عايز اتاكد بروح عند علامه الستارت، بضغط عليها، بروح عند علامه الاكونت. فلما اروح عند علامه الاكونت زي ما انتم شايفين داخل بالاكونت اللي اسمه عمر. طيب فبرضو هفتح الفايل اكسبلورر، وعلى الشمال هختار النتورك. هيظهر عندي بي سي 1، هضغط عليه دبل كليك، هلاقي نفسي دخلت. هشوف الشيرد فولدر، هفتح الشيرد فولدر. فاكرين عمر كان واخد ايه؟ كان واخد فيه الشير فول كنترول، ولكن في السكيورتي كان واخد ريد. فبالتالي عمر دلوقتي لو جه فتح الفايل ده وحب يعدل اي حاجه، يعني يشيل مثلا الكلمه دي ويضغط على فايل وسيف، هيقول له لا من فضلك ما ينفعش تعمل سيف في نفس الفايل، ممكن تعمل سيف از. ده معناها ان هو ملوش حق التعديل. تمام. طيب لو جه مثلا يعمل رايت كليك ويختار فولدر، هيقول له لا انت مالكش بيرميشن. لو جه يقف مثلا عند داتا 2 ويعمل ديليت، ار يو شور؟ ايوه. مجرد ما هيضغط على يس هيقول له لا برضه مالكش بيرميشن. فاصبح دلوقتي ان عمر البيرميشن الفعلي المطبق عليه هو ايه؟ هو ريد، بالرغم ان هو واخد في الشير ايه؟ فول كنترول. عشان كده زي ما قلت لكم ريح دماغك، طمن خالص، ما تشغلش بالك انت في الشير هتحط فول كنترول مثلا او تشينج او كذا. المهم ان انت تركز في ناحيه واحده، هي الناحيه بتاعت السكيورتي، لان هي فعليا هي اللي هتطبق. ماشي يا جماعه. لكن دايما الويندوز بيبص في الناحيتين، بيشوف هنا اليوزر واخد ايه وهنا واخد ايه، وفي الاخر بيطبق الايه؟ الموست ريستريكتيف. وبكده نكون ايه؟ شفنا مع بعض موضوع الشير. طبعا خدوا بالكم ان موضوع الشير فيه تفاصيل اكتر، موضوع اليوزر اكونتس فيه تفاصيل اكتر. كل التفاصيل دي لو انتوا عندكم شغف ان انتوا تتعرفوا عليها وتتعلموا اكتر وتتميزوا عن الناس اللي هم يعرفوا المعلومات البسيطه، الكلام ده انا بفضل الله قمت بشرحه بالتفصيل، وهسيب لكم لينكات خاصه بفيديوهات الشرح في اسفل هذا الفيديو. اتمنى لكم كل التوفيق، وفي النهايه بفكركم تعملوا سبسكرايب وتفعيل زرار الجرس عشان خاطر توصل لكم تنبيهات بكل الفيديوهات اللي برفعها الخاصه بشروحات مختلفه في مجال الكمبيوتر. نتقابل دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.